اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هعمل لكم اجمل وألذ صينيه جلاش ممكن تعملوها وموفره واقتصاديه جدا. اول حاجه هنعملها هي الشربات. دلوقتي حطينا كوبايتين ميه وكوبايتين سكر، ودلوقتي نفس الكوبايه اللي عيرنا بيها السكر عيرنا بيها الميه، ودلوقتي هنحط نص عصره ليمونه، ودلوقتي هنقلبهم كويس قبل ما نحطهم على النار. ودلوقتي الشربات هياخد على النار يدوبك 10 دقايق بس. ودلوقتي مسيحين 3 معالق زيت كبار وربع كوبايه زيت، ودهنا الصينيه كده بالشكل ده. هنحط الجلاش رقين، ما بين كل رقين هنحط زبده كده بالشكل ده. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في التعليقات. ودلوقتي خلاص قربنا نخلص كل طبقات الجلاش اللي معانا، وممكن بقى ان احنا يعني نقطعها باي طريقه احنا عاوزينها، مثلثات، نقطعها كده مربعات، ب... يعني بالطريقه اللي انت عاوزينها. ودلوقتي بقى ايه، هنشيل الزيادات من على الحرف كده. انا طبعا الصينيه اللي كانت معايا كان حجمها صغير شويه، كمان ما خدتش لفه الجلاش كلها. ودلوقتي هقطعها بقى ايه مثلثات، ممكن تقطعها باي شكل انت عاوزينه براحتكم، دي بقى ذوقيه. ودلوقتي بقى هندور على حبة مكسرات بقى نحطهم كده على الجلاش نخلي شكله جميل. ودلوقتي هنخلص بقى تقطيع كده وندخل صينية الجلاش الفرن على حرارة 180. ولقيت حبة سوداني بقى في التلاجة. ودلوقتي خرجنا صينية الجلاش من الفرن، بصوا لونها ذهبي وجميل ازاي. وطبعا لازم الشربات يكون بارد وصينية الجلاش كده سخنة. ودلوقتي هنسيب بقى ايه الجلاش يشرب من الشربات كويس. ودلوقتي بقى هنحطه كده في طبق يكون شكله حلو عشان نقدم فيه. وطبعا خدنا السوداني طحناه كويس كده، بص بقى بنزين بالمنظر ده كده. انا طبعا ما طحنتوش قوي يعني، سبته يعني في حتت كده صغننه سليمه، بيدي منظر جميل وبيبقى طعمه تحفه. طبعا نزينه بقى بالطريقه اللي احنا حابينها، بس انا عجبني الشكل ده جدا. قولولي بقى ايه رايكم. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا وطريقه سهله جدا وموفره. ممكن طبعا ما نحطش عليه مكسرات خالص ونعمله ساده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.